وعندنا ما احنا عندنا السراير فاضيه تحت، ما بترضاش تنام على السراير. تخيلوا ان هي ما بترضاش حتى تنام على السراير تحت، تقول انا هنام على الارض زي ما احمد بينام على الارض. فيلا كده يا رب ربنا يصلح حالهم يا رب كده، ويطلعوا بقى اوضه نومهم الجديده اللي مش راضيه حد ينام عليها دي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير بسعاده وباحسن حال. مالك بتضحكي كده يا مفرفشه يا اختي؟ ده انا مش قادره اتكلم. لا بصوا، اول ما عرفت القرار على طول قمت رايحه مظبطه نفسي. لا احسن بيقول لي انت سايبه نفسك ليه كده يا اسماء؟ يلا بقى يعني مش جاي لها نفسي يا اختي يا اخواتي هي تعمل حاجه من يعني سايبه نفسي. هو ده اصلا محتاج اجابه يعني. الظروف الصعبه اللي احنا فيها طبعا ما كانش مخليالي نفسي اعمل اي حاجه خالص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد فضل ربنا، وطبعا قرار لسه طالع من قد ايه يعني، قولوا من ساعه على طول. ورحت الكوافير انا وهاجر. انت وشيماء بقى. انا وشيماء. معلش يا جماعه، معلش اعذروها يا جماعه، لازم نعذرها هاجر كانت في الشقه، قالت لي يا ماما انا هبطل لان معايا من الصبح. وديتها الشقه، قعدت هناك لما انا رحت الكوافير، وما عملتش حاجه في الكوافير يعني، ده جمال رباني بس مسافه ما ظبطت وشي خلاص. الجمال بتاعي ظهر على طول. طبعا يا جماعه والله انا مبسوطه قوي ان اسماء مبسوطه، وامل بقى ما اقولكوش. امل بقى امل دلوقتي مع ماما وبابا، جايه تستقبل العريس، جايه له كده بابيض في بامبي كده، البنت طالعه زي العروسه. لا بتقول لنا ايه؟ لا انا هلبس ابيض النهارده. تلبس ابيض. الكل كان بيسال عليكم ويدعي لك وانا عارفه ان الكل دلوقتي فرحان قوي 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 بيطلع احمد وشريف واصحابهم برضو. ربنا يا رب الحمد لله يفك كربهم وعقبال يا رب. يا رب يعني من ده على يا رب يا رب ويفك كرب كله. انت هتقعد فين؟ محيرني ليه؟ تعال يعني بسم ابو الله يا جماعه. كويس نسوي لك شنب. ما حلاوش بالمره ليه؟ يلا نصيح. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير في احسن حال. لا انت قعدت جوه بيضيع. طبعا اشكر كل من سأل علينا وبعد كومنت حلو، فيعني شكرا لكل واحد سأل علينا، ولكل اخ ولكل اخت ولكل ام ولكل اب سأل علينا ودعنا بدعوه حلوه. ناس كتير. القاضي كان عمل حكم بالكفالة، إخلاء سبيل بكفالة، وكان النيابة استأنفت. فكان أمل كبير إن القاضي يأيد حكمه، والحمد لله وطلع خلاص. الحمد لله الحمد لله، ربنا يفك عن كل من ده. وطلع خلاص. لما بقيت أروح للشريف في الزيارة بيقول لي أنا مش زعلانة إلا عشان تغييرك يا أسماء. أقول كانت بتجيلي في الزيارة بصراحة، ساعة ما كنت بشوف فيها كنت بالصدم. أنا والله كنت الصدم، وبالذات آخر زيارة دي كانت جايالي فيها يا رب يا رب يهون علينا وعلى عادنا نخش المكان ده، لا زاير ولا مش زاير يا رب يا رب. ده نور الياس، ده نور الياس. انت عامل ايه؟ أنا تمام. لا هو اللي بيدخل السجن يا جماعه بحلو. هو بحلو ولا ايه؟ انا عايزه افهم يعني.